يا حبيبي انا عايشة في الدنيا دي عشانك انت، عشانك انت وحبك انت وبس. عمري وحياتي وكل ما ليا. الحق حطك ماشيه تكلم نفسها. يا اخي نقل الفاظك شويه، حد يقول كده على بنت عمه؟ ده انت انسان مستفز. عارف يا حمدي، انت لما بتغيب او تتأخر عليا انا ببقى عاملة زي العمية، مش شايفة اي حاجة حواليا. رحمه، اهلا يا عماد، في حاجة؟ انت ايه اللي نزلك من البيت؟ مخنوقة، قلت انزل اتمشى شوية. طب يا رحمه انت ماشيه تكلمي نفسك في الشارع، وده ما ينفعش. الناس هتقول عليكي ايه؟ مش بكلم نفسي، انا بكلم حمدي، انت مش شايفه؟ يا رحمه حمدي مات من 3 سنين، حرام عليك اللي انت بتعمليه في نفسك ده. لو سمحت ما تقولش عليه مات، انت بتقول كده عشان بتكرهه. طب يا رحمه تعالي نقعد في الكافيه نشرب حاجه، انا عاوزك وعايز اتكلم معاك. ربنا يكملك بعقلك يا رحمه يا بنت عمي، ده انت كنت ست العقلين. حمدي انت بتشدلي الكرسي ليه؟ انا هقعد، ده انا اخدمك برموش عينيا. اقعدي يا رحمه، اقعدي. يا رحمه حمدي كان ابن عمي واخويا وجوز اختي وصاحبي اللي اتربيت معاه من صغري، بس ربنا هو اللي خلق الموت والحياه، مش بايدينا ان احنا نعترض على امر ربنا سبحانه وتعالى. الحادثة كانت فظيعة والجرح بيقطع في قلبي كل يوم. هو مش المفروض النهارده ان احنا كنا رايحين نغير العربية؟ امال جايبنا على النيل ليه؟ مش عارف والله يا دنيا، طلبت معايا يعني انت عارف انا بحب النيل قد ايه. مش عارف ليه حاسس ان النهارده جاي اودعه. يودعوا؟ يودعوا ازاي؟ احنا ساكنين عليه، ايه الكلام الغريب اللي بيطلع منك اليومين دول؟ اوعي تفتكري ان موت الانسان مرتبط بحادثه ولا بمرض، دي اعمار ربنا كاتبها علينا من يوم ما بنتولد، ومن رحمه ربنا بينا ان جعل لكل حاجه سبب، عشان ما نسالش ونقول ليه، وبرضه بنسال ونقول ليه. حمدي كان نور عينيا اللي بشوف بيها في الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى قال انا خلقنا كل شيء بقدر، يعني حمدي اتخلق في الدنيا وعاش، وطالما مات يبقى أدى رسالته اللي مطلوبة منه، وطالما انت لسه موجودة في الدنيا يبقى رسالتك لسه ما خلصتش. يعني انت عاوزني اعمل ايه؟ تعيشي حياتك، تتجوزي، تخلفي، تأدي رسالتك اللي مطلوبة منك. عايزاك تكلمني عن نفسي، عن حبك ليا. طب بلاش دي، انا عارفاها. عايزه اسالك سؤال وتجاوبني عليه بصراحه، انا بالنسبه لك ايه؟ هو انتي لسه بتسألي انتي بالنسبة لي ايه؟ يعني انت عايز ننسى حمدي؟ انا ما قلتش تنسيه، بس حمدي دلوقتي ما تجوز عليه غير الرحمة، يعني تفتكري له حسناته، تدعي له، تتصدقي عليه، انما اللي بتعمليه ده اعتراض على ربنا سبحانه وتعالى، وبتظلمي نفسك، وربنا ما بيرضاش بالظلم. في ايه يا عماد؟ انت من ساعه ما قعدت مع دنيا دموعها ما جفتش من على خدها، بعدين خفت كلامك الناشف ده معاها شويه. انا كلامي مش ناشف يا محمود، انا قلت لها الكلام اللي يرضي ربنا ويريحها. عاجبك يا حمدي الكلام اللي بيقولوا عليك عماد ده؟ اخوك عشان بيحبك ويقول لك الحقيقه. انا عشت في الدنيا واديت رسالتي، انت موجوده في الدنيا، رسالتك لسه ما خلصتش، فعيشي حياتك وكمليها عشان ما تزعلنيش وتغضبي ربنا. تاني بتكلمي نفسك يا رحمه؟ انا ولا هكلم نفسي ولا روحي ولا قلبي تاني. وداعا يا أحبتنا وداعا، وداعا والقلوب على اتصال، سأذكركم وأغمض جفن عيني، وقد أبدو كأني لا أبالي، وفي قلبي من الأحزان نار يزيد ضرامها طول الليالي، يطول الليل في زمني كأني خلقت لأقتفي أثر الهلال. وداعا يا أحبتنا وداعا، وداعا والقلوب على اتصال،